بما إن حضرتك شرفتنا بالزيارة في القناة، يرجى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. امبارح شفنا النادي الأهلي بيعمل مباراة أمام القطن الكاميروني وبيفوز ب3 أهداف مقابل لا شيء. طيب البعض بيسأل عن موقف النادي الأهلي قبل المباراة وبعد المباراة، موقفه في المجموعة وترتيبه قبل المباراة وبعد المباراة. ترتيب النادي الأهلي كان الثالث في المجموعة بعد الهلال السوداني. طيب بالنسبة بعد المباراة، النادي الأهلي حصل على 3 نقط، وكان عنده قبل كده نقطة من تعادل مع صن داونز. دلوقتي عنده 4 نقط من تعادل وهزيمة وفوز. بعد المباراة ما تحسنش مستوى النادي الأهلي ولا ما ضفتلوش أي شيء، إلا اللهم إنه جمع 3 نقط إن شاء الله تبقى كويسة في المقدمة إن شاء الله في المباريات اللي جاية. ولكن حاليا ما زودتش من موقف النادي الأهلي في أي شيء، يعني ما صعدش المركز الثاني أو الأول أو الكلام ده. أصبح الوضع كما هو عليه. هو فوز مهم جدا بصراحة. طب النادي الأهلي عنده مباراة مع صن داونز يوم السبت اللي جاي ب3 نقط. لو النادي الأهلي حصل على 3 نقط هيبقى موقف النادي الأهلي كويس جدا. في الحالة دي هتلي صدارة المجموعة. لو النادي الأهلي عنده 4 نقط دلوقتي، لو فاز ب3 نقط هيبقى عنده 7 نقط، وهيبقى قد صن داونز في النقط بالظبط في عدد النقط. ولكن النادي الأهلي لو فاز هدف واحد بس بجول واحد بس هيبقى عنده 6 أهداف، تمام، وهيبقى عليه 3 أهداف. طيب لو جمع 3 نقط هيبقى عنده 7 نقط، يبقى كده أصبح هو وصن داونز مشتركين في عدد، في كل حاجة، في كل شيء. يبقى الأهلي لعب 4 صن داونز 4، هيبقى الأهلي فاز في 2 صن داونز هيبقى فاز في 2. التعادل هيبقى الأهلي متعادل مباراة وصن داونز متعادل مباراة. في الخسارة هيبقى الأهلي خسران ماتش وصن داونز خسران ماتش. في الأهداف هيبقى الأهلي عنده 6 أهداف وصن داونز عنده 6 أهداف. هيبقى عليه 3، صن داونز هيبقى عليه 4 والأهلي عليه 3. الفرق هيبقى النادي الأهلي بالنسبة لصن داونز هيبقى فرق الأهداف هيبقى -2، تمام. النادي الأهلي هيبقى له هدف، هيبقى له 3 أهداف. طيب النقط هتساوي، يعني اللي هتفرق في الأول والتاني ما بين النادي الأهلي وصن داونز عدد الأهداف اللي عليه، هي اللي هتفرق في الصعود أو اللي هيحتل المركز الأول من التاني. ده موقف النادي الأهلي لو إن شاء الله بإذن الله يفوز ويحصل على 3 نقط ويبقى متصدر المجموعة. طب الهلال، بالنسبة للهلال السوداني، الهلال السوداني لعب 3 والقطن الكاميروني لعب 3. الهلال فايز في 2. يعتبر القطن ما عندوش أي رصيد من النقط، بيتزايد المجموعة وفي المركز الأخير، يعني ما عندوش حظوظ بالمرة يصعد لموقف متقدم أو مركز متقدم في المجموعة. طيب خلينا في الهلال لو كده هيلاعب القطن في السودان. طيب لو الهلال فاز هيبقى لعب 4 مباريات، هيبقى عنده 3 فوز ب3 نقط، تعادل مفيش، خسارة مفيش. يبقى لو فاز 1-0 بس بالمفترض هيبقى عنده 4 أهداف، عليه 2 هدفين، والفرق هيبقى 3 هدفين، هيبقى هدف واحد بس. طيب هيبقى عنده 9 نقط. يبقى كده النادي الأهلي لو قدامه بالمرة عشان يصعد ويحسن موقفه لابد ان هو يفوز على الأقل عشان يضمن يصعد أول مجموعة. ما قدامهوش غير ان هو يفوز ب3 نقط عشان يصعد لمركز متقدم ويكون الأول في صدارة المجموعة. بكده بالشكل ده إن شاء الله الأهلي بإذن الله يفوز. لو الأهلي تعادل مع صن داونز هيبقى الأهلي مثلا هيتعادل 0-0.
كده النادي الأهلي هياخد نقطة يبقى 5، صن داونز هيبقى 8 نقط، وهيبقى الوضع هيبقى النادي الأهلي في نفس الترتيب مش هيتغير، لأن الهلال عنده 6 نقط والنادي الأهلي هيبقى عنده 5، يبقى هو النادي الأهلي يفضل في نفس الترتيب مش هيتغير. بالإضافة إن الهلال ده لو الهلال اتعادل أو كسب هيبقى عنده، خليه في حالة التعادل الهلال هيبقى عنده 7 نقط، طيب لو كسب هيبقى عنده 6 نقط. فعشان الأهلي يحسن موقفه من المجموعة ويحسن ترتيبه في المجموعة لابد من الفوز على صن داونز. هي مباراة صعبة جدا والفوز صعب، ولكن مش مستحيل. مفيش أي حاجة في الكورة بالذات مستحيل. أيوة الموقف صعب والمباراة صعبة جدا جدا جدا، ولكن مش مستحيلة. والنادي الأهلي ممكن في وقت الظروف اللي هي الصعبة معدن رجال النادي الأهلي ولاعيبة النادي الأهلي بتظهر في المواقف الصعبة، وإن شاء الله يحقق بإذن الله فوز ويصعد لقمة المجموعة ويريحنا. طيب لو كملنا مثلا بعد النادي الأهلي ما يلاعب صن داونز هيلاعب القطن الكاميروني، يبقى عنده إن شاء الله بإذن الله يبقى ممكن يفوز، لأن القطن تعتبر حصلت المجموعة، ممكن على الأقل لو فاز هيبقى كويس. يبقى كده عشان الأهلي لو خسر من صن داونز أو اتعادل مع صن داونز يبقى كده قدامه إن هو لازم يفوز بالماتشين اللي جايين بعد صن داونز. هيبقى قدامه الهلال في القاهرة والقطن بره، أو القطن الأول بره بعد كده الهلال، فلابد إن هو يحصد ال6 نقاط بتاع المباراتين علشان يحسن من موقفه ويصعد